بطارية كبيرة وشحن سريع وكاميرا قوية 108 ميجا بكسل ومعالج ممتاز ميديا تك هيليو جي 99 الترا. كل ده واكتر موجود في الموبايل ده من شاومي، الشاومي ريدمي نوت 14، واللي السلسلة دي يعتبر من اشهر السلاسل وانجح السلاسل عند شركة شاومي. بص كده حواليك هتلاقي ان في حد ماسك موبايل من السلسله دي، وده بيدل على ان هي سلسله ناجحه وبتقدم لك مواصفات وقيمه كويسه جدا مقابل الفلوس اللي انت بتدفعها فيها. الموبايل ده يعتبر تطوير عن الجيل اللي فات الريدمي نوت 13، في شويه حاجات انضافت واتحسنت عن الجيل اللي فات، وفي حاجات اتشالت من الجيل اللي فات ومش موجوده في الجيل ده للاسف. فيا ترى ايه الحاجات دي؟ وهل الموبايل ده يستحق ان انت تشتريه وتدفع فيه المبلغ اللي انت هتشتريه بيه؟ وايه مميزاته وايه عيوبه؟ كل الحاجات دي واكتر هتشوفها في الفيديو ده، فاتاكد ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو في عندك اي سؤال بخصوص الموبايل ده انا ما جاوبتش عليه في الفيديو اسالها لي في الكومنتات وانا هجاوب على كل اسئلتكم. انا عبد الله ماهر ويلا بينا. مبدئيا خلونا نبتدي كلام كده بالتصميم بتاع الموبايل. الموبايل بيجي بظهر مصنوع من البلاستيك مسطح والظهر متصنفر، وده علشان يخلي البصمات بتاعه صبعك ما تعلمش فيه، فلو انت بتستخدمه لفترات طويله بصمات صوابعك مش هتعلم فيه. والفريم بتاع الموبايل هو برده مصنوع من البلاستيك ومسطح. اللون بتاع الموبايل ده هو الاوشن بلو، هو انا مش حاسه ازرق بصراحه، انا حاسه يعني قلب على تركواز كده، ولكن اللون بصراحه جميل جدا وعاجبني. البروز بتاع الكاميرا ما يعتبرش كبير قوي، لان انت لو ركبت فيه الجراب اللي بيجي مع الموبايل فانت هتلاقي الجراب مغطي البروز ومفيش اي حاجه من الكاميرا ظاهره، فلو انت حبيت تحط الموبايل مثلا على اي سطح مش هتواجه اي مشكله ان الكاميرا والعدسات بتاعتها تتخربش من الحاجات اللي موجوده على السطح ده. فالموبايل تصميمه كويس جدا والالوان بتاعته شكلها شيك وعجباني قوي بصراحه. الموبايل برده وزنه ما يعتبرش تقيل، هو وزنه 196 جرام وبيجي بسمك 8.2 مللي، فانت مش هتواجه معاه اي تقل او اي مشاكل لو انت بتمسكه لفترات طويله. الموبايل ده بيجي بمقاومه للماء والغبار بمعيار IP54، يعني يعتبر هو مقاوم لرذاذ الميه، ما يعتبرش اقوى حاجه موجوده حاليا. يمكن ده بفضل منفذ السماعات 3.5 مللي اللي هي السماعات اللي بسلك اللي في ناس كتير قوي بتستخدمها لحد النهارده. نيجي بقى للشاشه بتاعه الموبايل. الموبايل بيجي بشاشه كبيره 6.67 انش اموليد فول اتش دي بلس بريفريش ريت 120 هرتز، وتقدر ان انت تقلله ل 60 هرتز علشان تحافظ على البطاريه بتاعه الموبايل. وكمان الموبايل ده فيه تطوير عن الجيل اللي فات، فطبيعه الحمايه اللي موجوده على الشاشه هي كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس مش الجيل الثالث زي في الريدمي نوت 13، وده يديك متانه اقوى وتحمل افضل للصدمات. الحواف بتاعه الشاشه صغيره، وفي نفس الوقت الالوان والدقه والتفاصيل بتاعه الشاشه دي يعتبر كويسه جدا. فلو انت هتستخدم الموبايل ده ان انت تتفرج على الفيديوهات وتكونسيوم محتوى كتير على السوشيال ميديا، فانت مش هتواجه اي مشكله خالص مع الشاشه بتاعه الموبايل ده، سواء على مستوى الالوان والدقه والتفاصيل. حتى كمان السطوع بتاع الشاشه دي تحت اشعه الشمس يعتبر كويس جدا. السطوع بتاع الموبايل ده عالي، لو انت هتستخدمه تحت الشمس فانت هتقدر بسهوله تشوف كل حاجه موجوده على الشاشه، مش هتضطر بقى ان انت تحط ايدك لفوق كده علشان تشوف الحاجه اللي موجوده على الشاشه. فانت ما عندكش اي مشكله خالص بالنسبه للشاشه والسطوع والدقه والتفاصيل بتاعتها. كمان البصمه بتاعه الموبايل ده بتيجي تحت الشاشه، والبصمه دي سريعه قوي بصراحه، هي ما علقتش معايا ولا مره خالص، دايما كانت بتفتح معايا بسرعه. كمان فالموبايل ده بيجي بمستشعر الاي ار علشان تقدر تستخدمه مع الاجهزه اللي معاك في البيت. وكمان عندك مايك اضافي لعزل الضوضاء وسماعات ستيريو والصوت بتاعها قوي جدا. هسمعها لكم دلوقتي. الموبايل بتاعك كل شويه تاني لان انا جايب لك 3 اختيارات اجمد من بعض، لازم تفعلهم دلوقتي حالا عشان تحافظ على البطاريه. فالصوت بتاع الموبايل ده كويس وستيريو وقوي، فانت هتبقى مستمتع كده وانت بتتفرج على حاجه عليه. ولكن للاسف الموبايل ده مش بيدعم ال NFC، وانا بصراحه كنت اتمنى ان شركه شاومي تضيف الميزه دي، خصوصا ان احنا بقينا نستخدمها كتير في الفتره الاخيره، سواء لنقل الملفات او حتى ان انت تدفع بالفيزا من غير ما تضطر ان انت تدفع كاش. فاتمنى بقى من شركه شاومي ان في السلاسل اللي جايه وفي الاصدارات اللي جايه يضيفوا فيها الميزه دي، لان هي بقت مهمه جدا. والموبايل بيدعم شريحتين اتصال او شريحه وكارت ميموري. خلينا بقى نتكلم عن الاداء والمعالج والامكانيات بتاعه الموبايل ده. الموبايل ده بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 99 الترا، وده نفس المعالج اللي موجود في السامسونج A16، وان كان الموبايل ده يتفوق على السامسونج A16 في حاجات كتيره. كمان الموبايل ده بيجي بذاكره داخليه 128 او 256، وعندك رامات 6 جيجا رام او 8 جيجا رام، وتقدر ان انت تزود الرامات كمان 8 جيجا رام على ال8 اللي موجودين معاك. ما اعرفش بصراحه النسخه ال 6 جيجا رام تقدر تزود عليها كام لان انا ما مسكتهاش، ولكن النسخه ال 8 جيجا تقدر تزود عليها كمان 8 جيجا رام. الشاومي ريدمي نوت 14 بيجي بواجهه شاومي الهايبر او اس مع اندرويد 14، مش احدث اندرويد موجود حاليا في السوق، مش عارف ليه، ولكن ممكن ان شاء الله مع تحديثات جايه يجي لك اندرويد 15. ولكن بالنسبه بقى للاداء بتاع الموبايل بشكل عام، فالموبايل بيديك اداء كويس جدا، اداء مقبول على مدى اليوم، سواء انت بقى هتستخدمه في التصفح او مشاهده
مشاهده الفيديوهات او ان انت تقلب ما بين التطبيقات، فانت مش هتواجه اي مشاكل خالص. ممكن تلاقي فيه تعليقات بسيطه خالص مش محسوسه اصلا في فتح التطبيقات، ولكن مع الاستخدام المطول للتطبيقات فانت مش هتواجه اي مشكله خالص بالنسبه للاداء بتاع الموبايل ده. حتى لو انت عايز تستخدم الموبايل ده في الالعاب فانت تقدر تلعب عليه ببجي لحد 40 فريم في الثانيه، واللعبه هتبقى شغاله معاك بشكل كويس. فانت الموبايل ده بيديك اداء كويس جدا. بالنسبه بقى للبطاريه بتاعه الموبايل ده، فانت معاك بطاريه عملاقه 5500 ملي امبير، بتيجي بشحن سريع 33 واط، وطبعا الشاحن بيجي مع الموبايل في العلبه، فانت مش بتضطر ان انت تشتري اي حاجه خالص. كل اللي انت بتدفعه هو ثمن الموبايل وبيجي معاه كل حاجه، غير شركات تانية بتديك الموبايل وكابل الشاحن وانت تشتري الباقي على حسابك. لا، شركه شاومي مديها كل حاجه في العلبه بتاعتك، الشاحن والكابل بتاع الشاحن وكمان جراب السيليكون اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. فانت مش هتضطر تشتري اي حاجه من بره. وانت بالنسبه للاستخدام بتاع البطاريه يعتبر ممتاز جدا. انا بصراحه استخدمت الموبايل ده لفترات طويله والبطاريه بتعيش معاك. يعني لو انت بتستخدمه في التصفح وفي التقليب ما بين التطبيقات ومشاهده الفيديوهات، فالموبايل هيعيش معاك وقت كويس جدا ومش هتضطر ان انت كل شويه تشحنه. وحتى لو حبيت ان انت تشحنه فالموبايل بيشحن بالكامل في حوالي ساعه وربع، اللي هو برده ما يعتبرش وقت طويل قوي بالنسبه لحجم البطاريه الكبير ده ال 5500 ملي امبير. نيجي بقى للكاميرات بتاعه الموبايل ده. الموبايل ده بيجي بكاميرا اساسيه خلفيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، وبيجي بكاميرتين، واحده ماكرو 2 ميجا بكسل والثانيه للدبس 2 ميجا بكسل برضه، وبيجي بكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. الصور بتاعه الموبايل ده يعتبر كويسه سواء على مستوى الالوان او الدقه او التفاصيل. شاومي قادره ان هي تعالج الصور بشكل كويس جدا على الموبايل ده، فانت بتاخد صور فيها تفاصيل وفيها دقه، حابب ان انت تشاركها بشكل مباشر على السوشيال ميديا او تبعتها لاصحابك مفيش اي مشكله خالص. ولو انت برضه عايز تعدل عليها وتضيف لها اللوك اللي انت حابه فبرضه مش هتواجه اي مشكله خالص بالنسبه للنقطه دي. كمان الكاميرا السيلفي بتطلع لك صور كويسه جدا في ظروف الاضاءه الكويسه. الالوان بتاعه البشره بتاعتك يعتبر الوان طبيعيه، الصور فيها تفاصيل مش ممسوحه كانها حاجه كرتونيه كده، لا بتديك صور انت قادر ان انت تستخدمها. لو حابب حتى ان انت تحطها صوره شخصيه ليك او تنزلها على الفيسبوك او الانستجرام برضه هتلاقي الصور ممتازه جدا في الفئه دي. بالنسبه بقى للتصوير بتاع الفيديو، فالكاميرا الخلفيه بتصور فيديو اخرها 1080 60 فريم في الثانيه، مش بتصور 4K، وتصوير الفيديو يعتبر مقبول بالنسبه للفئه دي. فالخلاصه ان انت بتاخد في الموبايل ده كاميرات متوازنه بتطلع لك صور مظبوطه بدقه والوان وتفاصيل، صور تقدر ان انت تستخدمها، وده كمان بفضل المعالجه اللي الموبايل ده بيعملها على الصور اللي بياخدها. الموبايل ده مصنوع في مصر فما فيش عليه اي ضرايب خالص، وعليه ضمان 18 شهر. وقبل بقى ما اقول لكم على السعر بتاع الموبايل ده فحابب ان انا الخص لكم كل حاجه عن الموبايل ده، وايه التطويرات اللي حصلت فيه عن الجيل اللي فات، وايه الحاجات اللي كانت موجوده في الجيل اللي فات واتشالت منه. مبدئيا الموبايل ده يعتبر تطوير عن الجيل اللي فات من ناحيه الشاشه والدقه والتفاصيل بتاعتها، وبرده من ناحيه المعالج. فانت معاك معالج هنا اقوى من الجيل اللي فات، وبالتالي اداء افضل سواء في التصفح او في الالعاب، وكمان بطاريه اكبر وحمايه افضل للشاشه. بس للاسف الكاميرا الالترا وايد اللي كانت موجوده في الجيل اللي فات مش موجوده في الجيل ده. وبصراحه كنت اتمنى ان الموبايل ده يدعم ال NFC ويدعم تصوير الفيديوهات ال 4K حتى لو 30 فريم في الثانيه، وبرده كنت اتمنى ان هو يجي باحدث اصدار الاندرويد 15 مش اندرويد 14 زي ما هو موجود فيه. ولكن مساله الاندرويد ده ممكن تتحل بتحديث عادي في الايام اللي جايه ان شاء الله. في رايي بقى الموبايل ده يعتبر موبايل منافس قوي جدا في الفئه السعريه اللي هو موجود فيها، وبيتغلب كمان على موبايلات ثانيه سواء من ناحيه الشاشه سواء من ناحيه البطاريه او من ناحيه الاداء. فانت لو حابب تشتري موبايل يعيش معاك يديك اداء كويس يكمل معاك اليوم مستريح، يديك شاشه مريحه جدا في الاستخدام تستمتع وانت بتتفرج على الفيديوهات عليها، فالموبايل ده يعتبر صفقه كويسه جدا بالنسبه ليك خصوصا مع الاسعار بتاعته. الموبايل ده بيجي بكذا نسخه، النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا رام بتيجي ب 9000 جنيه، والنسخه ال 128 جيجا و8 جيجا رام بتيجي ب 9500 جنيه، واعلى نسخه اللي هي ال 256 جيجا و8 جيجا رام بتيجي ب 10000 جنيه. والاسعار دي يعتبر اسعار كويسه جدا بالنسبه للامكانيات اللي انت هتاخدها من الموبايل ده. وبس انا وصلت لاخر الفيديو. لو انت بقى عندك اي سؤال او استفسار او تعليق بخصوص الموبايل ده اكتب لي في الكومنتات. لو انت برضو في عندك حاجات كنت نفسك ان هي تكون موجوده في الموبايل ده اكتبها لي في الكومنتات. كان معاكم عبد الله ماهر، سلام.